لا بجد، عشنا وشفنا جمهور ريال مدريد زعلان من الاخطاء التحكيميه وبيشتكي وبيقول لك احنا اتظلمنا. اه والله زي ما بقول لك كده، جمهور ريال مدريد زعلان بسبب الصوره اللي قدامنا دلوقتي دي. الصوره دي ايه؟ الصوره دي الكوره المفروض انها تجاوزت خط الملعب، مش خط المرمى، خط الملعب. يعني من الاخر كده ان الكوره دي المفروض تتحسب اوت. عارف انت الاوت المفروض تتحسب اوت. هتقولي طب وليه ما اتحسبتش؟ هقول لك لان الحكم قدر ان الكره ما خرجتش. يعني انت شايف ده باستخدام التقنيات والتكنولوجيا وقنوات بين سبورت وبعد المباراه، لكن كان قرار الحكم في جزء من الثانيه واللعب شغال ان الكره ما تجاوزتش خط الايه الملعب. فبالتالي الهجمه استكملت لمانشستر سيتي. وبالمناسبه الهجمه دي ما جاش منها جول مباشره، لا ده لعيبه ريال مدريد قطعت الكوره، وبعدين مانشستر سيتي استرد الكوره مره ثانيه، وبعدين سجل منها كيفن دي بروين هدف التعادل لمانشستر سيتي في ريال مدريد، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. فجمهور ريال مدريد شايف انه اتظلم، وشايف ان التحكيم جاي عليه، وشايف انه لا ما ينفعش يا جماعه، انت بالطريقه دي عايز تخسر ريال مدريد البطوله. طب معلش يا جماعه والله انا مش هجيب لك حالات كتير، انا هجيب لك حاله واحده. يعني المفروض ان دي الحاله دي رميه تماس، لا انا هجيب لك حاله واحده. بص كده على الصوره دي. الصوره دي لطيب الذكر كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في مباراه بايرن ميونخ وريال مدريد. وزي ما هو واضح قدامك كده، هتقولي ثانيه واحده بس، ما هو واضح ان كريستيانو ما تدخلش في الكوره عادي، يعني هو اوف سايد بس ما تدخلش. هقول لك لا، ده كريستيانو استلم الكوره دي بالوضعيه دي وسجلها هدف واتحسب. اه والله العظيم. وقتها جمهور ريال مدريد كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك ان الاخطاء التحكيميه جزء من متعه كره القدم، وانه الحكم ده بشر عادي انه يغلط، يعني اكيد مفيش مؤامره ومفيش تظبيط حكام. فهو شايف ان دي بتاعت كريستيانو دي اخطاء تحكيميه عاديه، لكن شايف دي ان ريال مدريد اتظلم. طب بالله عليك قول لي ازاي؟ يعني اديني عقلك. على العموم انتهت مباراه ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد بالتعادل الايجابي 1-1. قول لي كده ومن وجهه نظرك موقعة يوم الاربعاء اللي جاي اللي هو لقاء العوده، مين هيكسب؟ مانشستر سيتي عنده افضليه انه يلعب على ارض وسط جمهوره على ملعب الاتحاد، وريال مدريد بمعنويات وشخصيه البطل. فيا ترى من سيخطف بطاقه العبور الى نهائي دوري ابطال اوروبا؟ ريال مدريد ولا مانشستر سيتي؟ كارلو انشيلوتي ولا بيب جوارديولا؟ مستني توقعاتك وقول لي هل تستحق كل الكلام الكتير ده ولا الموضوع مش مستاهل اصلا؟ وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتصبحوا على خير.